السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض آيس كريم جيرسي، كيمو زي ما تحبوا تسموه. المهم آيس كريم بالبسكوتة. فنبتدي مع بعض. أنا هنا بسيح الشوكولاتة، حاطة حلة عندي فيها مية. الطبق ما يلمس المية يا جماعة خالص، وتحط الشوكولاتة بتاعتك يعني دقيقتين تلاتة كده واطفي النار. درجة حرارة المية السخنة هتسيح الشوكولاتة، واخدوا بالك عشان ما تتحرقش مننا. هنا انا بعد ما سيحت الشوكولاته خلاص جبت البسكوته بتاعتي، بتجيبيها من اي محل حلواني. اللي بيبيع ادوات الحلواني بيبقى موجوده عنده. اللي بيبيع الايس كريم موجوده عنده، اي حد هتلاقي ان شاء الله موجوده عنده البسكوته. بجيب الشوكولاته بتاعتي وبحطها وابتدي ان انا اوزعها. يعني هي مش محتاجه توزيع، بس انا كانت الكميه عندي كبيره فكنت عايزه الشوكولاته تكفي يعني. وبنبتدي إن إحنا نغمّس كده البسكوتة في الشوكولاتة عشان تدّي لنا نفس البسكوتة اللي بنشتريها من برّه. باحاول أنزّل الزيادات، طبعًا لو أنتِ حابة حتّة الشوكولاتة اللي بتبقى موجودة تحت، بكل بساطة جدًا زوّدي كمية الشوكولاتة. أنا كمية الشوكولاتة يا دوبك كفّت عندي كمية البسكوت. فبراحتك يعني، حاولي تضبّطي زي ما أنتِ عايزة. وباحط الشوكولاتة ويعني حطيت بالمعلقة الكبيرة وبوزع بالمعلقة الصغيرة، علشان ابتدي ان انا كل حتة في الشوكولاتة تبقى مليانة. ممكن تزودي كمية كبيرة من الشوكولاتة هتتملى كلها، بس عشان ما هقدرش يعني. بحاول ان انا ما هقدرش في المقادير بتاعتي. وهنا بقى هنبتدي نعمل الايس كريم نفسه. هنا انا عندي اللبن ده بالتلج، يعني انا كنت حاطاه في الفريزر فبقطع تلج هتلاقيه. فانا عندي هنا كوبايتين لبن بقطع التلج. اهم حاجه يبقى سقعان، لان طبعا انتوا عارفين الجو حر جدا ومش مستحمل. هنا انا عندي معلقه عسل تقيل، يعني الشربات اللي بنعمله تقيل. عندك عسل كلوكوز حطي، عندك عسل نحل حطي. انا ما كانش عندي بصراحه اي حاجه من دي، فحطيت العسل التقيل. انا هنا عندي نص كوبايه سكر حبيبات عادي بتاعت التموين. هنضربها كويس جدا مع اللبن بتاعنا لحد ما تدوب. حابة ان انتي تطحنيه، مفيش ادنى مشكلة. اطحني السكر بتاعك وحطيه. بس انا طبعا احنا بنلحق الكهرباء قبل ما تتقطع، فطبعا حطيته حبيبات وضربت كويس لحد ما لقيت ان السكر بتاعي ده. وهنا انا عندي ربع كوباية لبن بودر، يعني معلقتين كبار، مقام معلقتين كبار بالظبط. حطيتهم وبدأت ان انا اضربهم مع بعض. وعندي كوباية كريم شانتيه، ونبتدي نضربهم لحد ما نوصل للقوام المناسب بتاعنا. وببتدي ان انا اضرب لحد ما يديني القوام اللي احنا محتاجينه. اضربي كويس. اهم حاجة يا جماعة اللبن يكون فيه تلج علشان الكريم شانتيه يتضاعف في الحجم معانا، وفي نفس الوقت هو الجو حر جدا، فلو حطيتي اللبن مش ساقعان مش هيتقل معاكي. هنا انا بضرب كويس قوي قوي علشان خاطر يتضرب معايا الكريم شانتيه ويبقى فوليومه حلو، وفي نفس الوقت السكر بتاعي يدوب. طبعا انا دوبته في الاول وضربته كويس مع اللبن. إيه، خايفة ان ما يدوبش معاكي، ممكن ان انتي تخليه نص كوباية السكر دي اطحنيها ويبقى عندك سكر بودر، هيبقى حلو جدا. بس طبعا احنا بنلحق النور قبل ما يتقطع فما عندناش الرفاهية دي. هنا انا ضربت الكريم شانتيه معايا ووصلته للقوام المناسب. كان عندي شوية شوكولاتة باقيين من الشوكولاتة اللي انا عملت بيها البسكوتة، حطيتها طبعا مع الكريم شانتيه. انت عايزاه بالكريمة عايزاه بالشوكولاتة، انا ولادي وكل اللي في البيت طبعا عشاق الشوكولاتة. ف وكان عندي كاكاو. كاكاو ده مش خام، ده كاكاو محلى. حطيت منه معلقتين كبار. ودوقي الايس كريم بتاعك، شوفي محتاج كاكاو تاني او شوف على حسب ما انت بتحبي. في ناس بتحبي الشوكولاته مش زايده قوي، في ناس بتحبها دارك قوي. فدوقي وشوفي الطعم اللي يناسبك. انا وصلت للمرحله دي وكان الطعم بيناسبنا. هنا انا طبعا عملت، ما كانش عندي ورق
الفاكيوم ده أو ما كانش عندي، كان عندي ورق زبدة، فعملت بيها. يعني إحنا بنتصرّف، عندِك ورق كراسة اعملي بيه. طبعًا أولادنا خلّصوا دراسة، ورق أهم حاجة ما يكونش مكتوب فيها. فأنا كان عندي ورق زبدة عملت بيها، لفّيتها كده ولزقتها بالورق الألم قصدي لزقتها باللزق، معلش يا جماعة الجو حَر، لزقتها باللزق وسِبتها. طبعًا إحنا حطّينا بعد أمّا خلّصنا البسكوتة حطّيناها في الفريزر عندنا تجمد، لإن لو سِبتيها برّه الشوكولاتة عمرها ما هتجمد، بالعكس هتسيح على البسكوت. فطبعًا حطّيتها في الفريزر وابتديت حاولي تشتغلي بسرعة، لإن في الجو الحَر ده هتلاقيها ساحت منِّك. يعني طلّعي كمية، كمية. حاولي تعملي الكمية اللي أنتِ هتعمليها دي بحيث الجو ما تسيّحلكيش الشوكولاتة وتبوّظ لِك الدنيا. هنا أنا باعملها بورق الزبدة وبالزقها بالسوليتيب. عندِك أستك اللي هو بتاع الفلوس من كتر الفلوس بتاعتنا بيبقى موجود، عندِك الأستك ده ممكن مكان اللزق تقومي لافة الأستك حوالين البسكوتة. يعني في حلول، يا لزق يا أستك. وضبّطي يا بورق الزبدة يا بورق كراسة، أي حاجة موجودة عندِك. طبعًا إحنا مش بنبيع، إحنا بنعمل للبيت، اعملي زي ما أنتِ حابة، أهم حاجة توصّلي للأولاد واللي موجودين في البيت الطعم اللي هُم بيحبوه. طبعًا أنا كان عندي كيس حلواني حطيت فيه الآيس كريم اللي إحنا عملناه، وبدأت إن أنا أعمله جوّه البسكوتة. زوّدي بقى براحتِك، عارفة أنتِ زوّدي كمية الآيس كريم، إحنا مش هنبخل على ولادنا يعني. زوّدي الآيس كريم زي ما أنتِ عايزة، وامليه على الآخر كده خلّيهم يتبسطوا. إحنا الآيس كريم الجيرسي ده كان ب3 جنيه، دلوقتي بقى ب5 جنيه. طبعًا إحنا حبّة الآيس كريم دول مكلّفيننا برضه. الشوكولاتة ما عادتش رخيصة، بس البسكوت كان رخيص، هي الشوكولاتة والكريم شانتيه. بس حاولي إن أنتِ تمليهم، وأنا عشان أبسط ولادي بالزيادة كان عندي chocolate chips موجودين في الفريزر بقى لهم فترة، فقُلت أفرّحهم وأحطّهم. أنا قُلت أجرّب ليّا كده إيه، حبّة شوكولاتة مع فانيليا وكده. طبعًا ما أنا باحب الشوكولاتة أكتر، بس أنا قُلت أورّيكم يعني. بس طلع طعمها حلو طبعًا، الفانيليا جميلة بس الشوكولاتة أحلى. عملت هنا أنا زي ما باقول لكم أنا باطلّع حبّة بحبّة علشان ما يسيحوش معايا. طبعًا وأمّا بتخلّصي عقبال أمّا تضبّطي عيني الآيس كريم في التلاجة، لإن بيسيح مش قادرة أقول لكم بيسيح على طول جدًا. بس الآيس كريم ده لمّا حطيته في الفريزر وسِبته يوم كامل، لأ ما بيسيحش زي الآيس كريم بتاع برّه، بياخد مدة عقبال أمّا يسيح. أنا عندي ابني الصغير بياخد وقت عقبال أمّا بياكل الآيس كريم بتاعه، فما ساحش معاه ولا بهدل الدنيا زي ما بيعمل مع كل الآيس كريمات. هنا أنا حطيت زي ما قُلت لكم chocolate chips، ما عندكيش ما تحطيش، ممكن تحطي بسكوت. بسكوت بالشوكولاتة، حابة بسكوت أي نوع بسكوت ممكن يخطر في بالِك. بس أنا قُلت أفرّحهم يعني أحط لهم شوكولاتة وكده، هيفرحوا بزيادة. أنتم عارفين الأطفال بيحبوا الحاجات دي. بس وحطيتها في الفريزر يوم معايا، وزي ما أنتم شايفين بالمقص أهو باقص ورق الزبدة بكل سهولة وباشيله معايا. طبعًا عقبال أمّا عملت دي كانت دي قرّبت مسكت شوية، قرّبت تسيح. زي ما أنتم شايفين أهو قصّينا، شكله كان تحفة وطعمه كان يعني مش قادرة أقول لكم جميل جمال. عجب كل اللي داقوه وقالوا لي تسلم إيديكِ، وكانوا مبسوطين بيه. قالوا لي حتى بيقعد مدة أطول من بتاع برّه، بتاع برّه يا دوبك دقيقة، ده بيقعد مدة أطول لإن طبعًا ماليينه شوكولاتة وماليينه آيس كريم، فكانوا مبسوطين بيه جدًا، جدًا. أتمنى إن الوصفة تعجبكم وأتمنى إن أنتم تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.